تفتكر مين هو المطرب اللي لحن أكتر من 400 لحن خلال 20 سنة بس من مسيرته؟ مساء الخير، أنا معي وهحكي النهاردة عن الموسيقار محمد فوزي. سنة 1944 وتحديدا في يوم 9 أكتوبر ظهر الفنان محمد فوزي لأول مرة على شاشة السينما. محمد فوزي ذلك الفتى الموهوب المتمرد الذي ترك قريته في 15 من عمره ليلبي نداء الموهبة والفن، الذي فر هاربا لينال ما يستحق من شهرة ومجد ليصبح أحد أعمدة الموسيقى في القرن العشرين. اتولد محمد فوزي في يوم 15 أغسطس 1918. كان ترتيبه 21 بين 25 ابن وابنة، منهم الفنانة هدى سلطان. محمد فوزي كان شغوف بالغنى ومعجون بالموسيقى وعاشق ليها من صغره، فلما كان في المرحلة الابتدائية كان بيغني في كل مكان، وكان بيحاول يتعلم أصول الغنى بمساعدة أحد أصدقاء والده. ملحوظة ابن والد محمد فوزي كان ضد رغبته في الغنى. صديق والده كان بيصطحبه معاه الحفلات والموالد والأفراح، وبيبتدي محمد فوزي يغني للناس في المناسبات دي وبيعجبهم صوته. بعد ما بيحصل على الإعدادية بيهرب محمد فوزي على القاهرة علشان يلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى. وخلال الفترة دي بيقدم محمد فوزي في امتحان الإذاعة كمطرب، لكنه بيفشل في الامتحان كمطرب وبينجح كملحن. وبعد سنتين بس من التحقه بالمعهد مش بيكمل دراسة بسبب قلة الفلوس، لأنه كان عايش على فلوس بسيطة جدا بتبعتها ليه والدته بدون علم والده. وبيحاول يشتغل في الملاهي الليلية لحد ما بيوصل لصالة بديعة مصابني بوابة النجومية وقتها، وهناك بيتعرف على نجوم كبار زي محمد عبد المطلب وفريد الأطرش، بياخدوا الخطوة الأولى في الوسط الفني كملحن. بعدها بيلتحق بالفرقة القومية للمسرح. بعد رحلة طويلة وإخفاقات كتير وبمساعدة الفنانة فاطمة رشدي بيختاروا الفنان الكبير يوسف وهبي عشان يمثل معاه في فيلم سيف الجلاد، الانطلاقة الحقيقية لمحمد فوزي وأول ظهور ليه على شاشة السينما. كمان بيغني محمد فوزي في الفيلم أغنيتين بصوته ومن ألحان. بعدها بيشارك محمد فوزي في فيلم قبلة في لبنان اللي صدر سنة 1945، وهو تاني فيلم في مسيرته الفنية، وأول فيلم مع مديحة يوسف رفيقته في التمثيل، ويشكلوا مع بعض واحد من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما المصرية. وبرضه بيشارك في الفيلم كمغني وملحن وواضع للموسيقى التصويرية للفيلم. بيظهر لثالث مرة في فيلم أصحاب السعادة سنة 1946. سنة 1947 وبعد 3 سنين بس من أول دور صغير يظهر فيه على شاشة السينما بيفتتح محمد فوزي شركة إنتاج خاصة بيه، وهي شركة أفلام محمد فوزي. قفزة ممتازة عشان نعرف إن محمد فوزي ما كانش مجرد فنان كبير، لكنه كمان كان دماغ اقتصادية هايلة. قدم محمد فوزي للسينما حوالي 36 فيلم من تمثيله زي فاعل خير وابن الإيجار وفاطمة وماريكا ورشيل ودايما معاه. شارك البطولة فيهم مع نجمات كتير زي مديحة يسري، فاتن حمامة، ماري كويني، صباح وغيره. شملت الأفلام دي على دويتوهات غنائية مع فنانات كتير واستعراضات رائعة وغاية في البهجة، غير كمان إنه ألف قصص وسيناريوهات ل3 أفلام من أفلام. والحقيقة إن أهم ما كان يميز محمد فوزي كممثل هو خفة ظله والبهجة اللي بتملى الدنيا لما بيظهر على الشاشة، لأنه كان عنده قبول غير عادي. لك الأفلام الخفيفة المبهجة ومحدش قدر يملى الحتة دي تحديدا بعد. في ايه ده؟ دموع يا خالد. يا خبر اسود، انت يظهر عندك اسهال في عينيكي. رغم إنه كان فيه ممثلين كتير بيغنوا وبيمثلوا زي فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، لكن أفلامه كان ليها قالب مختلف عنه. محمد فوزي كان بيقف يمثل قدام إسماعيل ياسين اللي هو يعتبر زعيم الكوميديا وقتها، وكان بياخد ويدي معاه في المشهد وكأنه هو الكوميديان مش إسماعيل ياسين. تسمح لي اقول لك انك انت خيخه وسكينه ما تقطعش بطيخه. يعني فيلم الزوجة السبعة ده تحديدا واحد من ألطف وأخف أفلام محمد فوزي، ويمكن من ألطف الأفلام في التاريخ أصلا. حتى الأفلام اللي كانت بتناقش قضايا كانت بتتسم بشيء من البساطة وبتدور في قالب من الكوميديا، زي فيلم بنات حواء اللي كان بيناقش مكانة المرأة في المجتمع وبيحمل رسالة اجتماعية هامة. ما اقدرش اشغلك عندي لان مبدأ المحل تشغيل الستات بدل الرجال. ولما الستات يشتغلوا الرجال يعملوا ايه؟ يرضعوا. لكنه كان مليء بأغاني محمد فوزي المبهجة وخفة دمه المعهودة. لحد دلوقتي حكينا عن محمد فوزي الممثل والمنتج، نحكي بقى عن المطرب والملحن والموسيقار العملاق. بداية محمد فوزي كان مطرب حقيقي وربنا حباه بصوت لطيف وحنون، لكنه كان قادر على استيعاب جميع أنواع الأغاني. مستحيل تسمعه وما تتبسطش، لما بتسمع أغانيه بتحس إن الدنيا كلها ما فيهاش مشاكل. محمد فوزي كان رائد حقيقي، وهنفتح القوس ومش هنقفله، لأنه على مستوى الغنائي مفيش حاجة محمد فوزي ما غناش ليها. أي مناسبة وأي حاجة ممكن تيجي في بالك هتلاقي محمد فوزي موجود فيها. محمد فوزي هو أول وأقدم من غنى للأطفال. مين طفل اتولد في مصر محدش غناله ماما زمانها جاية؟ مين طفل ما يعرفش الواد اللي اسمه عادل جاب دكتور وعمل له ايه؟
ذهب الليل وطلع الفجر، أغنية الأطفال الجميلة اللي صدرت في فيلم معجزة السماء سنة 1956. الأغنيتين كانوا من كلمات الشاعر المبدع حسين السيد وألحان محمد فوزي، أول مطرب يلحن ويغني للأطفال، وأغانيه حققت نجاح غير عادي وأصبحت تراث ولسه بتتغنى لحد النهارده. مش بس الأغنيتين دول، محمد فوزي غنى أغاني كتير للأطفال، منهم كان وإن. الحقيقة إننا أصلا ما نقدرش نتخيل صوت أحن من صوت محمد فوزي عشان يغني للأطفال. كده خلصنا الأطفال. طيب والأمهات نسيبهم؟ لا طبعا ما ينفعش. غنى محمد فوزي أغنية عن الأم، وهي أغنية أحن قلبي أنت يا أمي بمشاركة الفنانة ناظر، واللي صدرت في الفيلم كل ده في قلبي سنة 1959، واللي برضه كانت من ألحان. وعلى مستوى الأغاني الدينية غنى محمد فوزي أغاني كتير زي قف بالخشوع ونادي وربي يا سند الضعاف ربي سبحانه، غير أغاني كمان خاصة بمناسبة الحج زي يا عائدين من مكة ولبيك إن الحمد والملك لك. والشهر رمضان غنى محمد فوزي واحدة من أشهر أغاني رمضان، وهي أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد. أغاني أفراح برضه موجودة، يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، يا نور جديد في يوم سعيد في أغنية عيد ميلاد. ولما غنى للزهور قال إن الزهور زي الستات بكل لون معنى ومغنى. وللوطن غنى بلدي أحببتك يا بلدي، واحدة من أصدق الأغاني اللي ممكن نسمعها عن الوطن. الحقيقة إن محمد فوزي كان موسيقار عبقري وأحد رواد التجديد، وسبق عصره بألحان عايشة وعمرها ما تموت أبدا. ألحان أغاني زي طير بينا يا قلبي وفين قلبي، الألحان اللي مستحيل تصدق إن عمرها أكتر من 72 سنة. يعني بعتقد ان محمد فوزي لو ما لحنش في حياته كلها غير اللحنين دول فده كافي انه يدخله التاريخ. يا مصطفى يا مصطفى واحد من اشهر الحان محمد فوزي اللي اكتسب شهرة عالمية، وترجمت الاغنية بتاعته لاكتر من لغة حول العالم. سنة 1956 وتحديدا في فيلم معجزة السماء غنى ولحن محمد فوزي اغنية كلمني طمني، الطفرة الموسيقية اللي مفيش زيها لحد النهارده. أغنية غير مسبوقة غناها محمد فوزي بدون فرقة موسيقية، استخدم أصوات البشر كبديل للآلات الموسيقية، والنوع ده بيسمى بفن الأكابيلا. كلمني طمني وارحمني يومي يا حبيبي. كان أول مرة يستخدم في تاريخ الغنى والموسيقى في الشرق الأوسط. عايزة كمان أوضح إن اللحن ده تحديدا بيتدرس لحد النهاردة أكاديميا في دول أوروبا. يكمل محمد فوزي مسيرة إنجازاته الفريدة بتلحينه للنشيد الوطني الجزائري قسما بالنازلات الماحقات. سنة 2007 كرمت دولة الجزائر اسم الموسيقار محمد فوزي وسام الاستحقاق الوطني، كمان أطلقت اسمه على المعهد الوطني العالي للموسيقى. كل ده غير 6 مقطوعات موسيقية بحتة لحنهم محمد فوزي، وأشهرهم تمر حنة وفتافيت السكر وحبايب. كمان لحن محمد فوزي لمطربين كتير زي ليلى مراد، هدى سلطان، نجاح سلام، عبد المطلب وشادي، أكتر من 400 لحن مفيش كلمات تقدر توصف مدى جمالهم وعظمتهم، ما تتنسيش، محفورة في وجداننا للأبد. مال القمر ماله ما جيناش على باله، حبيبي وعنايا لو في وسط بيا الشوق حيرني الشوق. الحقيقة مش عارفة ازاي ممكن نجيب سيرة موسيقيين تانيين من أي مكان في العالم مهما عملوا ومهما قدموا، احنا عندنا محمد فوزي. سنة 1958 أسس محمد فوزي شركة مصر فون، العلامة الفارقة في تاريخ الفن والاقتصاد المصري في بداية النهاية. شركة مصر فون هي أول مصنع للأسطوانات في الشرق الأوسط، واللي كانت حلم رائد الأعمال محمد فوزي لتحقيق الاستقلال الفني للموسيقى العربية. من خلال شركة مصر فون كسر محمد فوزي ابتكار الشركات الأجنبية لتصنيع الأسطوانات، وبالفعل صنعت الأسطوانات على أرض مصر عشان يبقى ثمن الأسطوانة 35 قرش بدل من 90 قرش، ثورة في عالم الفن والاقتصاد. بالفعل استقطبت الشركة كبار النجوم عشان يسجلوا أغانيهم على أسطوانات محمد فوزي زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. في خضم هذا النجاح الساحق والريادة الفنية الاقتصادية العظيمة دي يتم تأميم شركة مصر فون سنة 1961 عشان تتحول لصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات اللي موجودة لحد النهاردة واللي مملوكة للدولة حاليا. وبيتعين محمد فوزي كمدير للشركة بمرتب 100 جنيه، ويتعين موظف في الشركة اللي أسسها وحط فيها شقة عمره كله، في أقصى نهاية ممكن يشهدها فنان رائد وناجح على الإطلاق. والحقيقة إن محمد فوزي سرقت منه شركته بالشكل المؤلم ده، رغم إنه طول عمره كان بعيد عن السياسة لأنه لم يكن ثرثارا ولم يتغنى للزعماء والأنظمة الديكتاتورية وقتها زي غيره، لكنه تغنى للوطن لأنه كان فنان صادق يعلم أن الوطن باقي والزعماء راحلون. وفي سنة 1967 ولما بنتنكس على إيد اللي سرقوا من محمد فوزي شقة عمره، ما كانش فيه أغنية بتتذاع في الراديو عشان تصبر المواطنين على المأساة اللي هم فيها غير أغنيته هو
بلدي أحببتك يا بلدي. عيش محمد فوزي المصيبة الشنيعة دي وبيصاب بمرض غامض ما كانش حد عارفه وقتها، لدرجة إن الأطباء سموه مرض محمد فوزي، وبيتعرض لأبشع أنواع التهميش والاضطهاد على جميع الأصعدة، لدرجة إنه بيتم رفض علاجه على نفقة الدولة أكتر من مرة. رحلة طويلة مؤلمة من المرض والمعاناة. موت محمد فوزي وهو عمره 48 سنة بس، بيموت في عمر صغير وهو كان قادر على العطاء وكان في قمة توهجه الفني. بيموت بعد ما تعرض لإهمال ممنهج واغتيال معنوي وسرقة حقيقية لشقة عمر عشان يشهد نهاية مأساوية ما كانش يستحقها أبدا. محمد فوزي فنان وموسيقار عبقري، رائد فني سبق عصره، ثروة قومية ومصدر فخر حقيقي، حقق إنجازات وترك إرث فني لا يقدر بثمن. اسمعوا محمد فوزي، دندنوا أغانيه واستمتعوا بيها، اتفرجوا على أفلامه واتبسطوا وابتهجوا، اعطوا لهذا الإنتاج العظيم الفريد حقه من التقدير والمعرفة. ادركوا قيمة الفنان العظيم محمد فوزي الذي لم ينل ما يستحق طوال مسيرته. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.